من الوصفات اللذيذة جدًا المطلوبة كمان في الشتا، أم علي. هنعمل النهارده أم علي مع بعض بطريقة سهلة جدًا وبسيطة من غير أي دهون ولا زبدة ولا سمنة ولا هنحط فيها قشطة، وهتطلع معانا خطيرة والطعم ما فيش بعد كده، وهتاكلي منها من غير ما تحسي بأي تأنيب ضمير، وهيبقى حاسة إن أنتِ بتاكلي حاجة خفيفة، بالرغم من كده بتاكلي طاجن أم علي اللي الكل بيقول عليه تقيل جدًا. النهارده هاعمله بالملفي وهو موجود في كل مكان، وبعد كده هاضيف عليه شوية مكسرات على حسب الموجود عندك، ولو مش عاوزة مكسرات خالص يبقى تستغنى عنها. احنا اساسا الطعم موجود في الملفي واللبن هيبقى خطير. عندي هنا بعد كده اللبن، سواء لبن بودرة او لبن حليب. انا عندي هنا 4 معالق لبن بودرة، هضيف عليهم كمان حوالي 4 معالق من السكر، وعلى حسب السكر هنا على حسب ذوقك وعلى حسب ما بتحبي، يعني حبيتي تزوديه او تقلليه ده ترجع ليكي. هضيف هنا المية اللي بتناسب كمية اللبن، وهي حوالي كوبايتين أو كوبايتين ونص من المية، وهقلب كده مع بعض اللبن مع المية لغاية ما تدوب تماما، علشان هاخد جزء من اللبن ده في جنب وهقولك أنا هعمل بيه ايه. هقلب بس كده كويس قوي عشان أدوب اللبن والسكر تمام، وهاخد جزء من الخليط ده في بولة، وباقي اللبن هرفعه على النار علشان يغلي. انا عاوزاه يغلي كويس قوي. اما اللبن اللي في البوله ده بقى هعمل بيه ايه؟ هضيف عليه 4 معالق من الكريم شانتيه او الكريم ويب. مهم جدا ان انا اقلبهم كويس قوي قوي لغايه ما قوامهم يتقل معايا شويه. انا مش عاوزاه يبقى تقيل قوي زي الكريم شانتيه بتاع التورت او اللي بنزين بيه، لا، انا عاوزاه يبقى يعني القوام بتاعه عامل زي قوام كده البشاميل، فاهميني؟ بس ما يبقاش تقيل ولا خفيف. وهوريكي كده بالمعلقه القوام اللي انا عاوزاه عامل ازاي. شايفين الشكل ده كده؟ ليه انا عاوزاه كده؟ عشان هحطه على وش الطاجن قبل ما ادخله الفرن، هيديني شكل حلو قوي، وهيديك يعني ريحه وطعم زي ما اكون حاطه قشطه بالظبط. خلاص، انا اللبن عندي غلي، هسقي الطاجن، هزود اللبن على الطاجن كده لغايه ما يغطي الملفيه ويبقى اللبن زياده، لان طبعا اساس ام علي هو اللبن. لازم اكتر كده لبن وازود على قد ما تقدري تغطي الطاجن كله باللبن. وبعد كده هجيب الكريمه اللي انا عملتها وهضيفها على الوش، هتديني شكل جميل جدا ونكهه حلوه قوي. كل ده مع بعضه كده هدخله تحت الشوايه، مش هشغل الفرن، انا هشغل الشوايه بس، وهيدينا شكل المقرمش ازاي، الوش المقرمش الحلو وطعم خطير. هنيجي نفتحه بقى هنلاقيه جوسي من جوه، واللبن فظيع، وطعم الكريمه مع اللبن عامل شكل كونتراست فظيع. يا رب تجربوها وتعجبكم.